السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب هنتكلم فيه هل يمكن استرجاع حسابك المحذوف على التليجرام ولا لا. بس اتمنى منكم قبل ما ابدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدأ في الشرح. طبعا يا جماعة في حالتين، في حالة تقدر ترجع فيها الحساب بتاعك، وفي حالة ما تقدرش ترجع فيها الحساب بتاعك تاني ابدا. انما لو عملت هيتعمل حساب جديد، ولكن كل اللي فيه مش هيرجع. اول حته يا جماعه وهي انك لو حذفت الحساب من على التليجرام زي كده بالبوت زي ده، او رحت على موقع تليجرام، او عدى على الحساب بتاعك 6 شهور او سنه واتحذف تلقائيا، وجيت تعمل بعد كده لقيت حساب جديد معمول معك، فكده يا جماعه من سابع المستحيلات الحساب القديم بتاعك يرجع. انما انت مثلا لو حذفت تطبيق التليجرام نفسه وما حذفتش الحساب، في الحالة دي يا جماعة مباشرة هتروح رايح على إضافة حساب وتكتب رقم التليفون وتسجل دخول، هتلاقي الحساب بتاعك قاعد، وده وعد مني تمام. لو ما حذفتش الحساب نفسه أو عدى على حسابك 6 شهور أو سنة مهمل، بإذن الله واحد أحد هتسجل دخول وهتلاقي الحساب. طيب نفترض أنا سبت الحساب بتاعي 6 شهور أو سنة وأهملته خالص ولقيته اتحذف وبعد كده عاوز أرجعه، هل ينفع؟ من سابع المستحيلات، وديني بقولها لكم، وما تدوروش على فيديوهات تاني بعد ده يا جماعة ولا تتعبوا نفسكم. مفيش أي طريقة على اليوتيوب نهائي تمام، ولا عربي ولا أجنبي شارحها. الحساب طالما اتحذف كده بالسلامة، لا هتقدر ترجع رسائل محفوظة، ولا جروب انت كنت مالك فيه، ولا محادثة بينك وبين واحد صاحبك. الحالة الوحيدة انك انت تكون حذفت التليجرام فقط تمام، ساعتها هتقدر تدخل رقم التليفون تاني، وهيوصل لك الرمز على حسابك او الجيميل، وهتقدر تسجل دخول، هتلاقي كل بياناتك قاعدة في الحساب تاني تمام. بس وبكده يكون شرح النهارده انتهى، اتمنى ربكم افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.